مدام سوزان طلعت، قالت رح بتغيب ساعة وترجع. ايه يا سامي؟ ما لقيتهاش؟ غريب، ما لقيتها. ما شاء الله، يا عيني على الشغل. هي دي بقى اللي انتم مستأمنينها على شغلكم وفلوسكم. قال رح ترجع بعد ساعة. اوكي، لو حابب تستناها يعني، لو عايز اتفضل عندي في المكتب. خلص ببقى بشوفها بعدين. يمكن الأحسن نجتمع معها ومع عمتي سوا. على فكرة يعني أنا مش مستعجلة. عن إذنك. هو بابا فين؟ بمكتبه، عنده الأستاذ شوكت. خليه في مكتبه، أكيد قافل على نفسه كالعادة يعني. إلا قول لي يا أبو خلود، نعم. أنت ما بتنضفش مكتبي ليه؟ عم لاقيه مقفول. هخليهولك مفتوح. يا ريت بقى لما أرجع ألاقي مكتبي بيبرق، سامع؟ بيبرق. حاضر. هلا بدك تحطي كل شيء. شو بك فايت مثل مجنون؟ بدي حقي. ناوية تسافري لكان ها؟ أنا؟ ايه انتي بدك تبيعي كل شيء وتسافري يا فادية، ما هيك؟ مو صحيح. كيف فيني بيعوا كل شيء محجوز بسبب الدعوة تبعكم؟ كذابة، ما في شيء محجوز لأنه. لا تسرعني، أنت مو مصدقني؟ كذابة انتي، هي جيتي من الطابو. مو كذابة، أنت مجنون وبدك تورطنا. بدك تغدريني لك فادية ما؟ أنا ما عاد آخذ من الحكي أبداً. أنو حكي؟ أصلاً فكرة رصاص فكرتك. والله شو؟ مو انتي قلتي مريض وعم يعسعس؟ وأنت قلت إنه في طريقة لنريح ونخلص واتفقنا. بعد ما صار في رصاص بجسمه بموت فيل وصار بده يموت، بلشتي بدك تشتغلي فيني لك فادية فيني؟ مو صحيح، هو صار يتضايق منك وكتب لك كل شيء. طبعا شو عاد بدك فيني؟ بتكملي عليه لحالك وبتكوشي على كل شيء، مشان هيك صرتي بس بدك تخلصي مني. أنت صرت تتحيون. شوفي ولي، لا تقولي تتحيون، الحيونة على أمثالك قليلة بسيطة. بعد ما مات الرجال صرتي بدك تشتغلي فيني ما؟ أنا لك فادية أنا؟ على أساس أنا قتلته لحالي، ما أنت شريكي من الأول. أنا كان بدك ياني شريكك بس بالقتل، أما بالباقي خلص أيمن اهدى. اهدى؟ ليكي لقلك، هلا بدك تكبي لي كل شيء، عم تفهمي؟ افتح الباب. افتح يا ايمن، افتح والا رح نكسر الباب. افتحي لهم، ما لهم عنا شيء، كل القضية خلصت وتسكرت. أنت بأنا حق. حديثكم كله سجل وبأمر من النائب العام. يعني انتم هلا موقوفين بتهمة قتل المغدور محمود سالم. خذوهم على السيارة وشمعوا البيت. ليلى فهميني منيح، صدقيني أنا ضد موقف سامي، بس نحن بنقدر نلاقي له مبررات. طايش ومتسرع. اتصلت فيه قام سكر بوشي، وهلا انت عم تقولي انك حكيتي له كل اللي صار. شو معناها؟ ما إلها غير معنى واحد وبس، إنه ما بيقدر يتحمل أي مسؤولية. بس هذا ما بيعني أبداً إنه كذب عليكي أو تخلى عنك بكامل وعيه. مو مشكلة. بكل الأحوال شكراً كثير إلك وللأستاذ جابر. ولا يهمك ليلى. صحيح شو مشان أمك؟ ما بدك تشوفيها وتقعدي معها؟ أول شي نسيتني عند العالم، وبعدين بعد ما طلعت من السجن اهتمت إنه تتزوج وما بعرف شو. بالعكس ليلى، أنت كثير غلطانة. هي أول ما طلعت من السجن دورت عليكي والحمد لله وصلت لك. وعرفتني قام ما قالت.
أنا أم بطاوعها قلبها تشوف بنتها قدامها وما تحكي. هي خافت انك تنصدمي فيها، خافت من ماضيها. بكل الأحوال هي خسرتني. لسه المشكلة الأكبر مو هون، عند أخوكي. أنت بتعرفي أخي؟ إيه بعرفه، بس ما بقدر أقلك. بصير؟ مثل ما بيصير بنوتة كربوجة مثلك ترفض أمه. هذا غير شي. كله مثل بعضه. ما عم بقدر شيلها من بالي. من أول ما شفتها حسيت إنه في شي غريب عم يشدني إلها، بس بعدين هيفا خوفتني منها. على فكرة ليلى، هاي البنت اللي اسمها هيفاء بنت أبداً ما لها منيحة. ما في رفيقة بتعمل مع رفيقتها هيك، وبالأخص إنكم عايشين سوا. إذا سامي حكينا عنه، وبعدين مالك كم يوم بس بتعرفيه. أما هيفا فأنتوا ساكنين سوا. احكي لي عن أخي. بحكي لك بس على شرط إنك تقعدي مع أمك كم مرة وتسمعي لها. ما بعرف. إيه وأنا ما رح أحكي. طيب بتعرفي أنا كنت ناوي أتصل بعمو فؤاد بهاليومين. وعد رجال؟ أكيد. وما بتقولي له إنك أخته؟ ليش؟ هي رغبة أمك. ليش يعني؟ كمان خايفة إنه يرفضها مشان ماضيها. وأنا؟ أنتي وقت اللي عرفتك أمك بهيدا الظرف ما تركتك ولا لحظة. بعدين بالمناسبة هي كانت عم تراقبك كل المدة الماضية إلا يوم الحادث. مشان حظي المنيح. لا مو مشان هيك، بس رفيقتها يمكن توفت. هيام؟ ما بعرف إذا كان اسمها هيام. أنتي بتعرفيها؟ ليلى وعديني لشوف. بوعدك إنه ما أقول لأخي إنه أخي. وتقعدي مع أمك وتسمعي لها. حاضر. شي غريب اللي صار أول امبارح بالجنائية. بتعرفي إنه اللي طالعك من هنيك هو نفسه أخوكي؟ أستاذ جابر؟ قديش هو ظريف، ساعدك بدون ما يعرفك إنك أخته. ليلى أنتي وعدتيني هون. يلا باي. حمدي حمدي، مر معلم. أنا عندي مشوار صغير وبعدين رح روح البيت، برجع المساء. ماشي معلم. الياس، شو صار معك؟ منيح كتير. هو بيكون ضايج بيفرط بسرعة، وفادي شو؟ مو معقول. هلا معقول أيمن عم بيجي كل يوم يعطي الدواء لعمه؟ يا سيدي، المهم وقعه ومشي الحال. يلا بخاطرك، بخاطرك، مع السلامة. لا بس عم بحسبها. عم نشوف كثير هالايامات. عم بحكي مع حالي. يعني بين 970 للمليون تقريبا. لا انا شوي قلقت، قلت لحالي اذا انت طالعه هلا؟ طيب مدام سوزان. لا انا بيان. الله معي، مع السلامه.
شوكات وين انت؟ تعا 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 تعا، قوم تعا. شو بك ملهوش؟ شو في؟ شوف شوكات، ليك منو ها؟ لك شوفه مليح. مين؟ ما عرفته؟ عبد الرزاق هذا. هشام. يلي مع عبد الرزاق؟ هشام محاسبه لابو سامي الله يرحمه. مين؟ ايه لك تذكرتهم بلا، شو جاب هذا لهون؟ ما بعرف، انا حسيته انه عم يراقبني. طول بالك نبيل، قصدي جودات، طول بالك. شو يساوي؟ بتحمل حالك وبتطلع وبتروح بتجيبه. بجيبه على المكتب؟ ايه بتجيبه لهون، وهو جاي فاشك وشوفك، انت اطلع عليه اطبعه وجيبه لهون. هشام؟ هشام؟ عبد الرزاق روح. ايه نبيل؟ نبيل يا حبيب قلبي، والله مالك متغير. 20 سنة هذا انت. ايه مزبوط، بس انت مو الله يسامحك يا هشام، انا عشت عذاب كثير طول هالسنين، طول الوقت وانا خايف. بس على اساس انت هلا بدنا نضل نحكي هون؟ امشي امشي، شرف يا امي يا امي وسهلا. اهلا وسهلا فيك. هذا مكتب مدير المشتريات صاحبي، بقعد احيانا مريح. لاحظت يمكن عم يسكروا الباب لانه المعلم ما بيحب الزيارات اثناء الدوام. ليش مو انت ليش شو انا شقفة موظف هون بهلا، صار لي اكثر من 20 سنه. الله لا يوفق اللي كانت السبب. قصدك حنان؟ ليش مين في غيرها؟ وقتها اكثر من شهرين توز براسي مشان ساعدها على سرقه المعمل ورفضت. انا لحم كتافي يا هشام من خير ابو سامي. ابوه لابو سامي الله يرحم ترابه رباني من لما كنت صغير. ايه بس على اساس انت جايك بالحكي. صدقني يا هشام انا ما حبيت اتعامل معها ورفضت، وما حبيت كمان افسد عليها مشان الاولاد الصغار اللي عندها، ومن وقتها تركت البلد ومشيت. بس هي لحالها مستحيل تقدر تعمل هيك شغله. مين قال لك لحالها لك هشام؟ جايبه معها شريك ابصر منين؟ انا بسببه هربت وتركت البلد. طيب كنت احكي. انا واحكي لك هشام، كان بدهم يموتوني بالحريقه اللي صارت، الله سبحانه نفذني. بس كأنه هي حكت لي شيء تاني. شو حكت لي شيء تاني؟ مين هي؟ ليش وينها؟ ما بعرف، يعني ما بعرف وين أراضيها، بس هي من كم يوم اجت لعندي على المحل هي وجوزها. جوزها؟ ايه، متجوزة واحد اسمه فؤاد رشاد. معناتها أنا بخطر لك هشام. هذا هو مزبوط، هو شريكها. أنا وين بدي أروح بحالي؟ هذا مجرم. بصراحة أنا ما عجبني. هشام الله يخليك، شو ما صار لا تدلن على قرنتي. بصراحة أنا ما بعرف شو بدي أقول لك، بس يعني مو التقيت جثة وقالوا إنه لا سمح الله يعني إنه أنت أنا ما بعرف شو صار هشام، أنا ما بعرف شو صار. وقت صاروا يهددوني إنه بدي يلزقوا التهمة فيه تركت البلد ومشيت. طيب وشو هالاسم اللي حامله؟ جودة المحمود؟ من الخوف وحياتك يا هشام، طول عمري وأنا خايف. الله يستر، يمكن المعلم. ايوه معلم. لا ما عندي حدا. هذا المعلم. يلا دقيقة يلا. المعلم بده اياني، الله يخليك. رح اقفل الباب وراك. ما
بعته حنان. مين حنان؟ حنان نفسها اللي امبارح اجى جوزها لهون. نبيل بوسي لك لا تضوج وفهمني شوي شوي. مهندس الديكور اللي اجى امبارح فؤاد رشاد جوزها لحنان. هلا شو فيني اعمل؟ انا بخلصك منه. شو بنستفيد اذا حنان عرفت قرنتي؟ بخلصك من هذا الاندبور اللي عندك بالمكتب وبخلصك من حنان بعدين. تقدر؟ انا اللي بقدر. شو رح تعمل؟ لا، بالاول اللي شو رح تعطيني. لك يا شوكت، انت شو بدك؟ بدي مايا. شو؟ ايه، انت بتعرفني انا وحداني، ومايا الله يسلم لك اياها اذا صارت مرتي هيك نبيل بنصير قراب كثير من بعض وما في قدره في الكون بتفرقنا عن بعض. شو اللي عم تحكي انت؟ خلص انسى الكلام اللي قلت لك اياه عن اذنك. استنى بالبول، هاي الشغله كبيره كثير وبتكلف كثير كثير مو شوي، وانت بتعرف خطيره كثير. اذا هدول الناس تكاثروا عليك رح يثبتوا على انك انت نبيل الصاحب، وبهالحاله رح تسوق سمعتك بنوب. وانت بتعرف مايا ممكن تتاثر وبتصير سمعتها بالارض وانت ما بتقبل هالشيء. مثل ما بدك. شو يعني؟ خلص ما جاي لك. يا عين عليك يا بالبول، هيك بنصير قراب من بعض اكثر، بنصير اهل واقارب. اسمع، انا بتعمل حالك بتقول عند هذا الاندبوري وبتصر انك تعزمه على الغداء. ايه، بتاخده وبتطلع فيه لبرا، بس ما بتطلع لحتى انا اخبرك. تحرك يلا. يا ابو خلدون. عمرو معلم. الله يرضى عليك. راح فوت انا والاستاذ نبيل على مكتبه ونقفل علينا الباب لانه بدنا نساوي خطه عمل جديده. جيب لكم الغداء لهون معلم؟ لا ما في داعي. وينك مثل العاده ها؟ مين ما سال عنا نحن مالنا هو. مالك هون معلم؟ وانت لا تروح على محل يمكن نحتاجك. امرك معلم. وين مفتاح الباب الوراني؟ معي. هاته. لانه هذا الباب الوراني راح نلغيه نهائيا. لك اسمح لي والله ما بتروح. حلفت يمين بالله ما بتروح. اقعد نتغدى سوا بنفسي. لا معلش، ما بدي اسبب لك اي احراج مع المدير. لك انا واحراج انت الثاني. هلا المدير بيروح بنطلع نتغدى. عود انا مشتاق لك. عود. بس بتعرف هذا فؤاد ناطر مني تليفون. تعبت يا هشام، صدقني تعبت من الهرب من هذا المجرم. إذا فيك ساعدني أرجوك. ولو تكرم عينك. أخي هشام، اتصل فيهم وقل لهم مو أنا. كيف يعني؟ نفذني منهم شي فترة. يعني قل لهم مو هو. اسمع، قل لهم شفته بيشبهه بس مو هو. ماشي. تعطيني التليفون احكي معه؟ لا التليفون يمكن مكشوفة القصة. طب احكي من موبايلك يعني؟ كمان لا. اسمع، هلا على طريق الغداء بنشوف لنا شي كشك بتحكي منه. ماشي. لاحظت انه ما معك موبايل. ما بعرف، يعني بحس انه ماني بحاجه له، يعني بتعرف من البيت للمحل ومن المحل للبيت، بعدين دخيلك بالناقص من هالمصروف. ايه الحق معك، في طول عمرك ايدك ماسكه، يا ريتني مثل حكايتك. راح اشوف المدير اذا راح. شو اعمل هلا؟ تطلع انت وياه من الباب البراني. انا قايل له انه شقفة موظف صغير، سيارتي ما بتوحي. ولا يهمك، خذ سيارتي انا، هاي المفتاح، اعطيني مفتاح سيارتك. بتعمل حالك وبتمشي بتاخده من طريق الجبل، انا راح امشي بسيارتك من وراك، بس شغل لك اللطاش على اساس انه سيارتك تعطلت. يلا تيسر روح. مرحبا. تفضل. اهلين. مرحبا.
لما سكرتيرة جابر. ايه اهلين. تفضلي تفضلي. ليش هيك عملتي مع جابر؟ ضميري عم يعذبني كثير. والله صار لي يومين ما نمت الليل، بس بدي اياه يسامحني. انا ما بعرف كيف زلقت هيك بالحكي. أنا ما بعرف ليش هيك صار. ايه بحبه، بس هو عم يتجاهلني. هو ما عم يتجاهلك، هو معتبرك مثل أخته. هو من لما اجت سوزان تغير. ايه شو يعني؟ هي اكبر منه ما عم بفهم. كنت شوفه كيف كان قلبه يرقص وقت تجي. علق فيها. هو كان وعدك بشي؟ لا. صارحك انه بيحبك مثلا؟ ابدا. معناها شو دخلك اذا رقص قلبه ولا ما رقص؟ دخلني، ما دخلني، بس هي اكبر منه لما ما دخلك، انت ما دخلك. ما قدرت. بتتذكر قديش تعذب وقت قصة ريما؟ أنا بس ما بدي إياه يتعذب مرة تانية. يا لما الحب مو هيك، الحب بيكون بين طرفين. وليش ما يحبني؟ شو هالحكي هاد؟ معقولة انت؟ يا لما لحظة عن إذنك. ألو؟ أهلين هشام. لا ولا يهمك. ايه طبعا. لا طلع مو هو. ولو استاذ فؤاد متاكد، يعني انا اللي بعرفه لنبيل، هو بيشبهه بس مو هو. استاذ فؤاد الله يخليك، انا ما عاد دخلني، يعني طلع مو هو. الله يعوض عليكم. على راسي استاذ فؤاد. مع السلامه. مع السلامه. شو؟ مش الحال. اتصلت بالبيت؟ نسيت، بس مو مشكلة، يعني هن عادة بيتغدوا بدوني. اما شو راح غديك غدا؟ بجنن. شو قال لك فؤاد؟ نقرأ كثير نقرأ. يعني ما صدقك؟ سيدي اصطفي لأنه ما دخلني. عم قل لك عم يكذب، اكيد هذا شريكه. حنان روقي، هلا بنحكي. يا فؤاد رح يضيع من ايدينا. حنان آسفة، أنا يمكن أزعجتكم. لا أهلا وسهلا، ما في مشكلة، أهلا وسهلا. بس أنا ندمانة كثير والله العظيم، رح موت من الندم. بتمنى أنكم تساعدوني. رح حاول ساعدك. رح حاول شوفه واحكي معه، مع انك ما رح تستفادي شيء لانه راسه ايبس من الصخر، بس رح حاول. هاي رقم تليفوني. شكرا كثير، لا تواخذوني. هذا هشام شريكه لنبيل. عم بيقول مو هو بس بيشبهه. عم قل لك شريكه، والاثنين كذابين. خلص عادي واهدي. فؤاد مالي قدرانه. حنان بدك تقدري، لازم تهدي مشان نعرف كيف بدنا نفكر. شو صار؟ يمكن تعطلت. لا اله الا الله، يعني ما عجبها تعطل الا هون؟ بتعرف بالسيارات انت؟ انا بعرف، بس بهي السيارات ما بعرف. بتعرف هي كلها كمبيوتر.
اخذنا عذبناك معنا. شو؟ تعيش انت. مش الحال. خلصنا. المسكين هو وماشي قطعوا عليه الطريق ناس، قوصوا واخذوا اللي معه. وهلا شو؟ هلا بتحمل حالك بتروح على سيارتك وبوشك على الشركه، بتفوت من الباب الخلفي. ها ابو خلدون بيعرف انه نحن ما طلعنا من الشركه نهائيا. ايه تيسر. بس ما تقولي لي سامي تغدى ونام. والله سامي اصلا منه موجود. بس هو اتصل فيني ووعدني هلا، بصير يتاخر؟ لك شو بكي؟ كأنه ما بتعرفي مواعيد سامي، وخاصة بهالفترة ما بعرف شو صاير له. هذا إذا كان وعدني على فنجان قهوة أو فنجان شاي، بس هو وعدني بشغل، بصير هيك؟ شو بك سوزان؟ ما في شيء. كأنه مانك طبيعية نح سامي. لا لا أبداً، ما في شيء، كل شيء طبيعي. بتعرفي بدي أعمل تليفون ضروري. ولا يهمك سوزان، ولا يهمك يا ستي. قال طلع بيشبهه بس مو هو. لا أنا ماني تارك الموضوع. ايه طبعا، وحنان هيك رأيها. اسألها الليلة. دخلك شو صار بموضوع ليلى؟ عن جد؟ طيب كتير منيح. كنا اليوم ناويين نزورها. طيب شكرا كتير. مع السلامة. مع السلامة. أهلا يا سوزان، مع السلامة. شو؟ لازم شوي تاني نروح لعند ليلى. بدنا نجيبها معنا. لا حنان، مو لهالدرجة، بس باين تطريت. فؤاد، معقولة تكون سوزان بتحبه لجابر؟ ما بعرف. طيب معقولة هو يكون بيحبها مثل ما عم تقول لما؟ كمان ما بعرف. لكن شو يلي بتعرفه؟ طيب امتى بدنا نروح لعند ليلى؟ كمان ما بعرف. رواد هلا هاي خلصتك منه ولا مين شاف ولا مين دري. طب ابو خلدون ما بيكون حس على طلعتنا وجاي؟ يا رجل شو بده يحس ابو خلدون ليحس؟ شوكت شوفه طمن. حاضر. خلدون. نعم معلم. ولك صار لي نص ساعة عم دق لك، ليش ما عم ترد؟ وين كنت؟ ما سمعتك معلم، فكرتكم رحتوا. ليش انت شفتنا رحنا؟ لا معلم، بس قلت لحالي. ايه تاني مرة ما بتقول لحالك، فهمت؟ ما قلت لك انه نحن فايتين على المكتب لجوا وما رح نروح لارنه؟ قلت لي معلم. روح جيب لنا وجبتين من هذا المطعم اللي صوبنا. وجبتين شو معلم؟ وجبتين شو يعني؟ بروستد مثل العادة. معك مصاري؟ معي معلم. أكلت أنت؟ يلا وجيب كمان وجبة لك بسرعة. روي بالبول. تاني أبو خلدون ما حاسس ولا شعران بشيء، بفتكرنا لسانا ولا فتنا ولا طلعنا. إيه سيدي؟ هاي أنا
قتلت الرجال ونفذت اللي علي. صفي عليك تنفذ موضوعنا واتفاقنا مشان مايا. شو بها مايا؟ بلبل، اوعك تلعب معي. ما بحب حدا يضحك علي بنوب. شو بك ضجت؟ انت اللي ما كملت الاتفاق اللي بيناتنا. قتلت هشام، شبك؟ انت شو بك؟ وحنان. صحيح، بس تبين حنان خلصك منها لا تخاف. ماشي. شو يعني؟ يعني ماشي. انا ماشي حسب الاتفاق اللي بيني وبينك، وانت ما كملت. بس حنان مو مبينه. إيه بس بنعرف وين جوزها ووين ابنها، مو صعب نوصل لها. حاضر، راح اوصل لها. شوكت انت مانك مقدر الوضع. هدول اذا وصلوا لي شو ممكن اعمل؟ ما بيعملوا شيء. انت جودة المحمود ومعك هوية وجواز سفر. وبركي حنان شهدت ضدي وقالت انه لا هذا نبيل الصاحب. لك بلبل شو بك؟ مين راح يصدقها؟ ولنفرض صار هيك شيء. ولك بقتله. واذا وصلت لي بدون ما نحس عليه وما لقيت الشرطه الا فوق راسي. لك اخي قصتك انتهت وخلصت بالتقادم، شو بك؟ رح ينكشوا وراي لك شوكات، ما بدي اقضي كل عمري خايف. نبيل، عمل لك لا تلص معها، شو يعني؟ قلت لك كل الناس اللي بيعرفوك لحتى ما تخاف وترتاح؟ قل لي هلا لو مسكت شو الدليل غير حنان وهشام اني انا نبيل الصاحب؟ بصماتك. بصماتي؟ كيف يعني؟ بصماتك هن الدليل الوحيد على انك انت نبيل الصاحب، وفي نسخة منهم موجودة بالنفوس. شو ممكن اسوي؟ نمحيهم. كيف شوكت؟ الحل موجود، بس بدك تتحمل شوي. بتحمل. اسلموا ايديك ابو خلدون، فوق ايديك. وينها؟ نعم. بتجيب لي منقل بتحط لي فيه فحل. ولك شو بك عم تطلع فيني هيك؟ بدي صير ارجل هون بالشركه، بدي يشرب شيشه، فهمت؟ تيسر. حاضر معلم. ايه سوزان، شو رايك بالحكي اللي حكيت لك اياه؟ هالحكي حلو بس ما نوع عملي. ايه يعني هو لسه كلام، بس يصير الشغل رح نظبط المشروع منيح. ايه بس في شغله، شو مشان محل عماد؟ هو ما دخله، نحن رح نعمل مشروع تاني، مشروع كبير مثل ما حكيت لك. مع مايا؟ ايه مع مايا. وابوها؟ ابوها ما دخله، اللي فهمته انه هو ما رح يتدخل بالشغل، هي رح تعمل الشغل لحالها. طيب سامي، والشركه؟ شو دخل الشركة بالموضوع؟ شو يعني؟ نحن يعني نطلع من الشركه سامي؟ إذا بدك. شو هي اذا بدك؟ ما نحن حاطين كل مصارينا بالشركه. طولي بالك سوزان، ليش عصبية هيك؟ لانك مالك فهمان شي سامي. سوزان، صحيح نحن مثل اخوات وانا بعزك كثير، بس هذا الحديث له علاقة بالشغل، ما بصير هيك. طيب ماشي، مثل ما بدك، موضوع شغل، بس كمان انا مصره انك مالك فهمان شي. سوزان؟ بلا سوزان بلا بطيخ. سامي، هي مايا اللي بدك تشاركها ومعتبرها امل العالم الفكري والروحي والما بعرف شو؟ يا سامي، مايا هي اللي اتصلت بدار الازياء وخلت ليلى تروح على بيت ماله منيح، وبعدين بدون اي اخلاق بتتصل بالاخلاقيه بتخليهم يمسكوها. شو؟ مثل ما سمعت. معقول؟ ايه معقول. يا سامي فهم بقى، هي مايا ممكن تعمل اي شيء، اي شيء سامي، حتى لو كان وسخ، بس لحتى تخليك جوا. هذا الحكي انه مايا هي اللي دبرت المقلب مزبوط؟ اكيد؟ ايه اكيد سامي، واذا مالك مصدق روح اسال الست سميه اذا هذا اللي همك من كل هذا الحديث. سام شو بكي؟ لك شو بكي؟ الو. لا سوزان، كيفك؟ الو الو.
الو، اهلين جابر. لا ما في شيء. كيف؟ ايه اسفه دقيت لك بالغلط. جابر عن جد ما في شيء. ايه معلش جابر انا مستعجله شوي وعم سوق كمان. ايه خلاص اكيد بنحكي. ماشي الله معك. باي. روح سوي شاي. أمرك معلم؟ أنا لحد هلا ماني فهمان ليش. بدنا نشوي. هون؟ ايه بس مو هلا، لحتى يروح الكل. طب شو دخله؟ ريح لي حالك، اترك الامور هي علي انا بطمن. لك فهمي شو عم لك، هي ما دخلها، ورطوها الكلاب. يصطفلوا، انا ما دخلني فيها. انت بس دليني على محلها، انا سامي ما حكيت لك عني؟ انا قلت لك انه ما دخلني، لك ما دخلني، حلوا عني بقى. الحمد لله يلي ما عرفتي كل شيء عن طريقي. ليش؟ لأني ما كنت رح أقدر قاوم إني خبي عنك. ما فهمت عليكي ليش؟ مو من شان شي. طيبة هالقهوة؟ ايه طيبة كتير يسلموا ايديكي. بس ما قلتي لي ليش ما كنتي رح تقدري تقاومي انك ما تحكي؟ حسيت إنه ولا بلا. يا رب تسامحني. ماما الله يخليكي احكي. تسلمي لي إلهي. طلعت معك مثل ما بتطلع مع جابر. مو انتي بتقولي لي انه انا بغلاوة جابر؟ احكي لي الله يخليكي. طيب رح أحكي، بس ما بتزعلي مني إذا كان غلط؟ لا ما بزعل. ماما الله يخليكي احكي شو حسيتي. يا رب تسامحني. حسيت إنك بتحبيه لجابر. أنا؟ طيب ما بتحبيه مثل ما بدك، بس لا تزعلي الله يخليكي. ايه بس انتي شو اللي خلاكي تحسي هيك؟ ما بعرف، أنا رايحة أسوي شاي. بس إذا ما خاب ظني هو بحبك كمان. يا ماما يا حبيبي، صدقيني بس كنت خايفة عليك. أنا عشت 20 سنة بالسجن ما كنت عم أفكر فيهم إلا فيكي. ما كنت عم أحلم غير شوف هذا الوش الحلو، وما كنت عم أبكي إلا على فراقك يا ماما. وأنا كمان، بس كان لازم تقولي. خفت يا أمي، خفت كثير. إلى هلأ أنا محسوبة مجرمة، قاتلة وحارقة وسارقة، محكومة كمان مؤبد. مو على أساس لقيتني. الشاهد الوحيد غير امك عم بيقول انه مو هو. بس أنا متأكدة إنه هو. ماما أنا مصدقتك، خلص من دون شاهد ومن دون أي شيء، أنا مصدقتك. طيب يلا لكان، قومي روحي معنا. لوين؟ لوين يعني؟ عبيتنا، عبيتك، بيت حنان. يا ستي وين ما بدك، بس روحي معنا يلا. أهلا وسهلا. سامي ايه
سامي يا مايا، مالك كده؟ هو في ايه؟ انت كيف بيطاوعك قلبك تعملي هيك ببنت مسكينه؟ شو عملت لك ايه ده؟ انت بتتكلم عن مين وعن ايه؟ عن ليلى المسكينه. ليلى تاني؟ مالها ست ليلى؟ مو انت اتصلتي بدار الازياء وخليتوهم يبعتوه على هذا البيت الوسخ؟ انا عملت كده؟ انا مستحيل اعمل كده طبعا. مايا لا تنكري، سمية هلا قالت لي. سمية دي كدابة طبعا. انا بس بدي افهم شغله وحده، انت ليش هيك عملتي؟ انا ما عملتش حاجة، فعلا ما عملتش حاجة. سامي انا مش ممكن اعمل اي حاجة تضايقك. انا قالوا اسمك على التليفون، مشان هيك سمية وثقت وبعتتها على هذا البيت. اكيد حد بيكرهها هو اللي عمل كده، انما انا مش ممكن اعمل ده، مش ممكن. لك عم قل لك قالوا اسمك. ما كل الدنيا عارفة ان انا بتعامل مع دار ازياء سمية. ايه المشكلة يعني انهم يعرفوا اسمي؟ ايه الموضوع في ده؟ مين غيرك له مصلحة يعمل هذا الشيء؟